محطة القرعة على المنتخب السعودي مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا. طلعت بفيديو وحكيت الأخضر السعودي قادر على وصافة المجموعة، قادر على تقديم كأس عالم يليق بالسعودية والعرب، وما زلت مصر على كلامي. فعلا فعلها المنتخب السعودي، فوز للتاريخ على الأرجنتين، والغريب الكثيرين ما توقعوا عبور السعوديين مرحلة الأرجنتين، واليوم خسارة أمام بولندا للأسف. بدك تعرف كيف عبرت الصقور الخضراء الأرجنتين، وما هي العوامل اللي راح تخلينا نشوف المنتخب السعودي وصيفا للمجموعة؟ تابع للآخر. بداية، عمل المدرب الكبير هيرفي رينارد يحسب له. تحفيز المدرب للاعبين هو وقائد المنتخب السعودي سلمان الفرج عمل على رفع المعنويات. المدرب رينارد ركز على العامل الذهني والتكتيكي. شوف المنتخب السعودي ضد بولندا رغم الخسارة، هجمات منظمة، قليل ما يفقدوا الكرة، ولما يفقدوها عودة سريعة للحارة الدفاعية. كل اللاعبين تعود للخلف بما فيهم الشهري وسالم الدوسري. ضغط كبير على حامل الكرة وسرعة كبيرة باستعادة الكرة وبناء الهجمات. يا أخي بدون مجاملة، الآسيوي السعودي على الطريقة الأوروبية، كل لاعب مع لاعبه، تمركز صحيح، وبعد تلقي السعودية هدف التقدم للبولنديين. ردة فعل الشهري ورفقائه سريعة، أتت بركلة جزاء للأخضر، نفذها سالم الدوسري وأضاعها. توقيتها جدا صعب على اللاعب كونها أتت بعد هدف بولندا ب5 دقائق. ضغط جماهيري ومطلوب منك تسجل. تشيزني توقعها وتألق في ردها، أما البريك تابعها وتسرع. حقيقة ليفاندوسكي ورفقائه لعبوا على الأخطاء الفردية للمنتخب السعودي واستغلوها. أبناء رينارد فعلوا كل شيء إلا التسجيل وهز الشباك، استحقوا التعادل. هارد لك للعرب، وتذكروا جيدا المهارة الفردية لسالم الدوسري وزملائه في خط الهجوم ستكون إحدى الأسباب الرئيسية للعبور للدور القادم.